صدقوني أي حد ما بيحبش السمك هيعشقه بعد الوصفة دي، أي حد جوزِك، أولادِك، أي حد تعرفيه ما لوش في السمك خالص، جربي تعمليه بالطريقة دي، إدمان، حرفيًا إدمان، خطير جدًا، ريحته وطعمه في منتهى الجمال. يالّا نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو أول مرة تشوفوني، دي قناتي لولو أيمن، ياريت تعملوا لي لايك واشتراك وشير للفيديو. يلا بقى بينا نشوف المكونات على طول. عندي سمك متنضف كويس ومنقوع في مية وملح ودقيق وليمون وسكر، سبته كده 10 دقايق وبعدين غسلته. عندي توم وفلفل وخضرة، بصل كده متقطع جوليان، وبطاطس متقطعة بالثوم كده، 3 حبات من الطماطم مبشورة. عايزة تعمليهم في الخلاط، تضربي الطماطم في الخلاط مفيش مشكلة خالص. هحط الخضرة، شبت وبقدونس وكزبرة وفلفل احمر وفلفل شطة وفلفل اخضر وتوم بقى كتير. السمك بيحب التوم والليمون والكمون. هفرمهم كده في الكبة. لو ما عندكيش الكبة ممكن تعملي المكونات دي في الهون، تدقيها كده في الهون، التوم والفلفل، وتقطعي الخضرة كده صغير، هتبقى جميلة. استخدموا الفلفل اللي انتوا تحبوه، بس حطوا كده قرن فلفل شطة، تديها طعم خطير جدا. هفضي كده المكونات دي في طبق. البهارات بقى احنا مش عايزين نستخدم بهارات كتير علشان البهارات بتضيع طعم الاكل. هحط كده معلقتين من الزيت وعصير ليمونة كاملة. البهارات اللي انا هحطها: معلقة من الملح، معلقة من الكمون، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. يبقى معلقة ملح، معلقة كمون، نص معلقة فلفل اسود، بس مش هستخدم اكتر من كده. البهارات الكتير بتضيع طعم الاكل، سواء تعملي فراخ او لحمة او سمك. هتلاقوني في معظم وصفاتي ما بستخدمش اكتر من الملح والكمون والفلفل الاسود. البهارات الكتير دي وحشة جدا، بتضيع طعم الاكل، تحس ان انتي بتاكلي بهارات. هتجيبي كده اي صينية موجودة عندك، تنزلي بالبصل البطاطس الاول، وتحطي عليها معلقتين من التتبيلة دي، تدعكيهم بقى كويس كده، تقلبيهم في بعض كده كويس قوي. تمام زي الفل، شكلها يفتح النفس جدا. هديها كده رشة من الملح، رشة صغيرة كده من الملح. هحط نص كمية البصل تحت. انا نوعت بين البصل الابيض والبصل الاحمر، استخدموا اي بصل موجود عندكم. عايزين بقى تعملوا شرايح كده في السمك، في ظهر السمك، اعملوا كده. ممكن تعملوا شرايح وتحطوا فيه من التتبيلة دي، وكمان تحطوا فيه شرايح من الليمون كده. تحفة ما شاء الله، شكله كده من غير اي حاجة، من غير اي اضافات تانية، يفتح النفس جدا. احط فيه كده من جوه في بطنه التتبيلة دي، واحطها كمان على ظهره ووشه كده. هنزل بنص كمية البصل التانية، واحط عليهم الطماطم. ممكن تعملوا الطماطم في الخلاط، بس انا استسهلت طبعا وبشرتها كده بالمبشرة. في الصيف والحر اللي احنا فيه ده مش بنحتاج ان احنا نقف في المطبخ كتير. هنزل عليها كده بكوباية من المية. لو حابين الصوص يبقى كتير شوية، انزلوا حطوا عليها كوبايتين من المية. لو بتحبوا الشوربة بتاعت السمك دي طعمها خطير، ادمان بجد، جربوها هتعجبكم جدا بجد. حط عليها رشة من الفلفل الاسود على الوش كده، ورشة من الكمون، ومعلقتين 3 من الزيت. تنفع جدا وصفة للدايت. ممكن تستغنوا عن المعلقتين الزيت دول وتدخلوها الفرن كده، بس بجد بتفرق جدا في الطعم، ولون السمك بيبقى خطير. زينوها بقى بشرايح ليمون، شرايح فلفل، بتدي شكل ولون جميل قوي. بس زي ما قلت لكم ممكن تعملوها للدايت وتستغنوا عن معلقتين الزيت تماما، تبقى مناسبة جدا وطعمها في منتهى الجمال. شكلها ما شاء الله تحفة جدا، تحفة فنية. تغطوها بقى بورق فويل ودخلوها فرن سخن على درجة حرارة 200. حطوها على شبكة، بس تخلوا شبكة قريبة شوية من أرضية الفرن. لازم يكون الفرن سخن من قبل ما تحطوها.
تعالوا بقى نعمل مع بعض شوية رز بالشعرية في منتهى الجمال. انا استخدمت كوباية من الشعرية، هحط عليها كوبايتين من الرز. ممكن تستخدموا كوباية من الشعرية عليها كوباية من الرز، براحتكم خالص. تحمروا الشعرية كويس قوي لحد لما توصل للون الجميل عليها بقى بالرز اللي انتم مستخدمينه. هو الرز المصري بيتغسل بس. كوباية الرز المصري بتاخد زيها بالظبط كوباية من المية. حطيت عليه ملح، ممكن تضيفوا مكعب من المرقة، بس انا دايما بحب لما اعمل الرز بتاع السمك ما احطش عليه غير الملح فقط. هنفضل نشوح الرز بقى دقيقتين 3 كده لحد لما كل الرزية تتغلف بالمادة الدهنية. ولعوا على المية كده تغلي لحد ما تقلبوه كده تكون غليت. تفضلوا شوحوا فيه شوية حلوين كده. انجح طريقة تعملي بيها الرز تضمني ان الشعرية متوزعة كويس قوي، وكمان الرز بيطلع مفلفل ومش معجن خالص وجميل، هي الطريقة دي. اعملوا بيها الرز دايما، بيبقى جميل. يعني شايفين انا حاطة كوباية من الشعرية عليها كوبايتين من الرز، وتحسوا ان المقدار زي بعض بالظبط كده، تمام زي الفل. هضيف عليها المية المغلية، يدوب المية بس تكون مغطية الرز بحاجة بسيطة، يعني زي معلقة كده فوق الرز، زي معلقة مية كده فوق الرز. هو عموما الرز المصري بيحتاج نفس الكمية بالظبط من المية، يعني كوباية الرز بتاخد كوباية من المية، عكس الرز البسمتي كوباية من الرز بتاخد كوبايتين من المية. انتوا حتى بالنظر كده تبقى الرز باين منها. شايفين بحط المعلقة يعني يدوب ارتفاع زي معلقة كده فوق الرز كده. الصينية استوت ما شاء الله، شايفين تحفة جدا. ريحتها بقى نفسي تبقوا معايا كده وتشموا الريحة الخطيرة دي. ريحتها في منتهى الجمال وطعمها اجمل بكتير، والصوص بتاعها ده تحفة جدا. جربوها ان شاء الله تعجبكم جدا جدا. شكلها اصلا يفتح النفس من غير اي حاجة خالص، شكلها كده يفتح النفس. بوريكم البطاطس مستوية تماما، وكمان الصوص اللي نزل من السمك ده في حتة تانية لوحده خطير. ياريت بجد تجربوها هتعجبكم. تقدموها بقى مع رز بالشعرية لو حابين، او رز ابيض، او تاكلوها بالعيش، بتبقى خطيرة. خلينا بقى متفقين ان السمك فوائده كتيرة جدا جدا، وللأسف معظم الأطفال ما بتحبوش، مع انه هو مفيد جدا للأطفال. ودايما الدكاترة بتنصح بيه، وبتنصح كمان بالكبد والقوانص بتاعة الفراخ. وللأسف معظم الأطفال ما بتحبوش أو ما بتفضلوش، ما بتحبش طعمه. فالطريقة دي هتخليهم يحبوه جدا، خصوصا ان اغلب الأطفال بتعشق حاجة اسمها بطاطس. فالطريقة دي هتخليهم ياكلوا السمك مع البطاطس وهيحبوا طعمه كمان. قدموها بقى بالشكل اللي انتوا تحبوه، وان شاء الله تعجبكم. بجد وصفة ملوكي كده، طعمها وريحتها في منتهى الجمال. ان شاء الله بإذن الله تعجبكم. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة، وتشيروا الفيديو بقى لكل اصحابكم، كل حبايبكم، كل اللي انتوا حابين ان هو يستفاد بالوصفة دي. ممكن كمان اللي بيعملوا دايت يستغنوا تماما عن الرز، وياكلوا السمك كده بالبطاطس مع طبق سلطة كبير، هتبقى وجبة متكاملة ومشبعة جدا. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.